إنا لله وإنا إليه راجعون. الموت يفجع الفنانة زينة وياخد أقرب إنسان ليها ونعته بكلمات توجع القلب. ولكن المؤلم في الموضوع هو تنبؤه بوفاته قبلها بأيام. تعالوا نعرف إزاي ده حصل. منذ قليل نشرت الفنانة زينة بوست بتعلن فيه عن وفاة أخوها وموعد الجنازة والعزاء، وكتبت وقالت: توفى إلى رحمة الله أخويا وحبيبي وسندي اللي ماليش غيره بعد ربنا، أخويا حبيبي إسلام رضا إسماعيل. أسألكم الدعاء له بالرحمة والمغفرة، وصلاة الجنازة هتكون بعد صلاة الظهر في مسجد حسن الشرباطلي بالقاهرة الجديدة. الخبر نزل زي الصاعقة على متابعين زينة، خاصة إن علاقتها بأخوها كانت قوية جدا، وكان دايما يظهر معاها في مناسبات كتير وبتتكلم عنه باعتباره أقرب حد لقلبها. وكشف أخوه الأكبر فعلا عن وفاته، وأكد إن صلاة الجنازة ستقام بكرة بعد صلاة الظهر من مسجد حسن الشرباطلي في القاهرة الجديدة. لكن المؤلم في الموضوع هي آخر كلمات نشرها قبل رحيله بأيام قليلة، وكتب وقال: أكتر من يخاف الفراق وأول من يقول وداعا، أنا باي من غير سلام. لتعلن بعدها بأيام قليلة جدا زينة وفاته بدون ما تعلن عن سبب الوفاة. ياريت كلنا ندعيله بالرحمة والمغفرة.